تعال اقول لك ايه اللي حصل في مسلسل المداح اسطورة العهد الحلقة ال11. بتبدأ الحلقة والشيخ جد الله والطفل رضا رايحين لواحد اسمه جعفر السمان في المعبد، وبيظهر لهم واحد يقول له انت مين؟ والشيخ جد الله يقول له انا صاحب جعفر، والناس قالوا لي انه قاعد هنا في المعبد، هو الكلام ده صح؟ الراجل يقول له ايوه هو قاعد مستنيك. والشيخ جاد يقول له مستنيني؟ يقول له ايوه مستنيك، تعالى من هنا. ويطلع له جعفر ويسلم عليه ويسأله الشيخ ايه سبب وجوده في الجبل هنا؟ يقول له ولاد الحرام لبسوني تهمة ما عملتهاش. ويطمن على الشيخ جد الله ويقول له ايه اللي جابك هنا؟ ويسأله جد الله انت بتفهم في الآثار؟ فانا عايزك تقول لي ايه دي. ويديله القلاده اللي لقاها على شط النيل. والراجل اللي كان واقف معاهم بيتحول لست الحسن وتقول له دي امانه عندك لاجل ما توصلها لي. وجد الله يتصدم من ظهورها وهي بتقول له مش ان الاوان يا جاد انك تبقى معانا، انا هعتبر الامانه دي عربون محبه بيني وبينك. يقول لها اقسم بالله ما تنوليها لنا ولا اي حاجه املكها. تقول له هتخسر كتير يا جاد. يقول لها اخسر كتير ايه؟ ده انت اخرك ايه الكرسي. ويبدا بتلاوه ايه الكرسي فعلا، بس ساعتها القلاده بتتفتح كلها في ايده وجعفر وجاد بيتصدموا. وبعد كده بيكمل التلاوه لسوره الكرسي وست الحسن تختفي. وجعفر يقول له فين الراجل اللي كان معايا وانت كنت بتكلم مين؟ هو ده الجن؟ يقول له جاد لا دي حكايه طويله هشرحها لك بعدين. ويقول له جعفر اللي في ايدك دي انا شفت شبهها في مقابر بني حسن كانت مرسومه على الجدران هناك. ويقول له جاد يلا بينا على هناك. وينزلوا كلهم علشان يروحوا على المقابر دي. ومن هنا تبدا الحلقه ال11 من اسطوره العهد. وبتبدا الحلقه على صحيح بتحاول تموتها، بس بتظهر الست كريستين ام مينا اللي بسببها المداح وصل المنيا وعرف موضوع الساحر. وفحيح بتقول لها كريستين وبعدين تختفي. وبيدخل المداح وعبد الكريم ونادر يلحقوها، وكريستين تقول لهم انتوا اهلها الحقوها. والمداح يبص لها باستغراب ويشكرها. وفي مشهد تاني المداح ونادر واقفين مع بعض، ونادر بيساله يا شيخ هو اللي حصل لهنيه ده ذنب اللي عملناه؟ يقول له اللي حصل لها ده مقدر ومكتوب، بس احساسك بالذنب بيدل انكم مش هترجعوا للي عملتوه ده تاني. ويقول له توبه يا شيخ. وعبد الكريم يدخل عليهم وهو بيكح جامد وبيقول له معلش انا كنت بطمن ان بنتي نامت. والمداح يقول له هي الكحه دي عندك من امتى؟ يقول له ما تشغلش بالك يا شيخ تلاقيهم شويه برد. والمداح يقول لنادر خلي بالك منه انا هعمل تليفون وارجع على طول. ويخرج صابر يتصل بدكتوره فاتن اللي هي اصلا ست الحسن ويسالها عن اعراض المرض ده، انه بيكون في بقع سوداء على الجلد. تقول له ايوه، واعراض تانية مختلفه بتحصل زي الكحه ووجع الظهر وحمى. وتقول له في ايه؟ انت شفت حد عنده الاعراض دي؟ يقول لها في حد عنده الاعراض دي وان شاء الله خير. وتساله طب انت فين وانا اجيلك؟ يقول لها انا مش عايز اتعبك. وتقول له لا ده شغل يا صابر. يقول لها انا في المنيا. تقول له خلاص انا هكون عندك بكره. يقول لها خلاص ماشي في رعايه الله. وفي مشهد لمريم المذيعه كانت قاعده بتتفرج على لايف لخالد شكري بيتكلم عن المرض المنتشر ويقول ان علاجه هيكون من مصر. جرس الباب بيرن وابنها ينزل عشان يفتح الباب، وفريده اللي هي ست الحسن بتدخل وتسلم عليه وتقول له انت مصطفى؟ يقول لها اه. تقول له ازاي كارما؟ ويسالها مين حضرتك؟ ومريم تروح لهم وتسلم عليها وتقول لها انتوا اتعرفتوا على بعض؟ تقول لها اه بس هو لسه ما اتعرفش عليا. ومريم تقول لمصطفى انه يروح يبلغ الشغالين معاهم يعملوا لهم حاجه يشربوها. وبتدخل هي وفريده يقعدوا، ومريم تقول لها غريبه يعني يا فريده اول مره تزوريني في بيتي. تقول لها عشان المره دي زياره شخصيه، الموضوع يخصك انت لوحدك. تقول لها مريم بخوف ايه في حاجه هتحصل لمصطفى ولا ايه؟ تقول لها لا مش للدرجه دي، انا بس جايه احذرك من كارما البنت اللي ابنك مصاحبها، لو كمل معاها مصيره هيبقى وحش. وبتقول لها على فكره احنا مبسوطين منك قوي، الناس بدات تخاف عشان الخوف هيخليهم اكتر حكمه وبيخليهم مستعدين لاي حاجه جايه. ومريم تقول لها بس دي سياسه خالد شكري وانا ملاحظه ان الاهتمام زايد بيه الفتره دي. تقول لها لا هو الحقيقه شاطر وقدر يعرض المعلومات اللي تتقال له بالشكل اللي احنا عايزينه. ترد مريم تقول لها ده واحد مش في باله غير انه يطلع ترند وبس، لكن انا مش كده. وفريده ترد عليها تقول لها يا ريتك كنت كده. وتقول لها بس بيتك حلو عاجبني. ورحاب ولبنى اللي هي ست الحسن بيدخلوا على قارون في شركته وبيتعرفوا على رحاب وهو بيتكلم معاهم بيحس بخنقه وما بيعرفش يتنفس، فبيقوموا وهم متخضين. ورحاب بتلفله وبتحاول تشربه ميه، ولبنى بتنده على اي حد من بره وفجاه بيهدى ويقول لرحاب انا بشكرك جدا انك ساعدتيني. ولبنى بتبص لها باعجاب. ولبنى ورحاب نازلين من المكتب بتسالها لبنى هو انت عملتي كده ازاي؟ هو انت ليكي في الحاجات دي؟ تقول لها حاجات ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، انا يا دوبك قريت ذكر ربنا وهو بقى كويس. قالت لها لبنى ازاي ده انت اول لما لمستيه الراجل بقى كويس، لو ليكي في الحاجات دي قولي لي وانا مش هقول لحد. ورحاب قالت لها المكان ممكن يكون فيه حاجه وحشه ولما قريت ذكر ربنا مشي. قالت لها عامه انا حبيتك اكتر يا رحاب عشان انت طلعتي متواضعه وواصله. والمداح بيروح لبيت الراجل الساحر وبيخبط عليه وبيقول السلام عليكم ومحدش بيرد، وبيحاول يزق الباب عشان يتفتح، الباب ما بيتفتحش، وموبايله يرن ودكتوره فاتن بتعرفه
بيعرفوا انها جت المنيا، واول لما بيقفل معاها بيلاقي اهل البلد اتجمعوا قدام البيت، وهو بيسالهم عن البيت وبيقول لهم ان هو سمع ان في راجل بركه في البيت ده بيساعد الناس ما يعرفوش ان ربنا هو الرزاق الكريم. وواحد من الناس بيقول له البيت ده ما حدش ساكن فيه ومهجور. المداح يقول له لا، البيت ده مش مهجور، البيت ده جواه ساحر وانتم كلكم خايفين تتكلموا عنه. خايفين ليه ومن ايه؟ ده ربنا بيقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، تخافوا ليه؟ يقول له احنا مش بنخاف غير من الغريب اللي دخل وسطينا. والمداح بيستغفر ربنا ويسيبهم ويمشي. وبيدخل المداح على الحاج عبد الكريم معاه دكتوره فاتن، واول لما بتدخل تبص عليه بتقول للمداح ايه اللي موقفك جنبه؟ ابعد عنه، هو ده المرض. وبنت عبد الكريم بتقول معبد نيران بينادوا باسمك هناك. والمداح بيلف لها وهو مستغرب، وهي بتكرر نفس الكلام ده تاني. وبيسال نادر يقول له تعرف المكان ده؟ يقول له ايوه يا شيخ. يقول له وديني على هناك. وهو لسه هيتحرك بتقول له بمزيد السر هناك. وبيتحركوا على هناك. وفي مشهد بيجمع بين الملك الاحمر وست الحسن بيقول لها المداح قرب يوصل، هتسيبيه؟ بتقول له لا، هيلاقي الاحمر مستنيه، واللي اسمها رحاب دي بتقدم خطوه وبتتاخر كتير، انا وراها. والاحمر بيقول لها ما دام فتحت الكتاب مره يبقى ينفع انها تفتحه تاني، اللي انت عملتيه معاها لحد دلوقتي عظيم، وما دام فكرت وهي وعيها صاحي يبقى ينفع اننا ندخل لها وهي وعيها غايب. وست الحسن بتشاور على النار اللي قدامها وبتظهر فيها رحاب وهي نايمه عشان تسيطر على احلامها. وبيظهر لرحاب في الحلم قارون وهو وسط النار اللي حواليه وبينده على رحاب عشان تلحقه، وبيفضل يقول لها رحاب الحقيني يا رحاب. ورحاب بتصحى من النوم مفجوعه وبتفكر فيه، وبتتصل بلبنى عشان تحكي لها وتقول لها الراجل ده مسحور. ولبنى تقول لها انا ينفع اجيلك البيت؟ تقول لها رحاب اه طبعا، تشرفي في اي وقت. والمداح بيروح للمكان اللي قالت عليه بنت عبد الكريم، وبيدخل هناك وبيلاقي احمد بن عبد الكريم واقف وبيقول بصوت عالي ما تقربش، لو قربت هموت، بس بصوت الاحمر. ويجي المداح يقرب تاني يقول له نفس الجمله، لو قربت هموت. والمداح يقول مستخبي جوه جسم انسان ضعيف ومش هتقدر تاذيه. ويظهر له الملك الاحمر ويساله متاكد، وبيشاور على ابن عبد الكريم وبيرفعه فوق عن الارض. والحلقه بتنتهي على كده.